حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهارده بقى جايه لكم بتحدي جديد، تحدي تحفه. الاندومي الكوري بأسهل طريقه تعملوه في البيت بأقل المقادير. يلا بينا نشوف جبنا ايه. المكونات معانا. اول حاجه طبعا جبت لكم شيتوس حار نار علشان هنعمله مشطشط زي الاندومي، وجبنا اندومي طعم الخضار، وجبنا اندومي تاني بطعم الخضار. هنعمل بقى المكونات دي كلها، هنعمل الاندومي بس هنعملها بطريقه جديده جدا ومحدش عملها قبل كده. على طول بيعملوا الشيتوس بيسلقوه في ميه في الاندومي، لا احنا مش هنعمل كده. هوريكم هعمل ايه. هروح اعمله وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني وعملنا الاندومي. على فكره الاندومي ده جامبو، عملت 2 اندومي جامبو بالخضار ومرضتش احط الشيتوس عشان احطه معاكم. ودي البهارات بتاعته هنحطها برضو مع بعض علشان نبدأ التحدي. حطينا البهارات بتاعت الاندومي، هنقلبه برضو عشان ايه تبقى البهارات طعمه حلو كده. لما نيجي نحط برضو الشيتوس هنقلبه تاني. وخلطنا خلاص الاندومي بالبهارات بتاعته، ريحته تحفه. هنجيب بقى الشيتوس، انا طحنته على قد ما اقدر، خليته بودره خالص. هنقصه كده هنحط بقى الشيتوس على الاندومي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الطبق مش مكفي علشان حجم الاندومي كتير، بقول لكم 2 جامبو. وحاطين خلاص الشيتوس كله على الاندومي. يا رب يكون واضح لكم في الشاشه اهو، باين اهو. حطينا كل الشيتوس اهو. الشيتوس كله ريحته طلع حار جدا. يلا بقى نبدأ التحدي. 5 دقايق. هحط لكم هنا التوقيت ويلا بينا نبدأ التحدي ويا رب نكسب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه تحفة. جربوها يعجبكم جدا. تعالوا كلوا معايا. يا رب اكسب. وصلنا لدقيقتين. مش عارفه انا هاكل الطبق ده ازاي في 5 دقايق. ده انا عايز له 10 دقايق بحالهم.
الشيتوس حراق قوي يا جماعه، حار، حار جدا. الطريقه دي احلى من الشيتوس اللي انتوا بتسلقوه في الميه وتنزلوه في الاندومي. جربوها هتعجبكم جدا، تحفه. مش هلحق. مش قادره من بقي. حار مع الحر حاجه صعبه، بس طعمه جامد. جماعة ما عادش الا دقيقة ونص، ما خلصتش على نص الطبق. خلاص يا عم، عرفنا خلاص.
كده خسرنا للأسف. هلم الدنيا دي وارجع لكم بقى بالعقاب. هو جيت لكم بالعقاب. طبعا يا جماعة مفيش خسارة من غير عقاب، فلازم الإنسان يبقى روحه رياضية ويتعاقب حتى لو يعاقب نفسه. فاحنا نعاقب نفسنا علشان ما قدرناش نكسب التحدي. وهناخد معلقة شاي يا جماعة، مش عارفة انا هبلعها ازاي، بس هو لازم العقاب، لازم المصداقية، ما ينفعش نص. معلقة شاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان انا بضحي. وما تنسوش تصلوا اهم حاجة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده نكون خلصنا التحدي مع بعض وعملنا العقاب مع بعض، واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم. ولو عايزين اي فيديوهات تانية اكتبوا لي تحت في الكومنت، وما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو اللي شبهكم القمر. وبحبكم قوي 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 قوي، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.